يسعد أوقاتكم يا رب. بسوي معكم مدفون دجاج بقدر الضغط بطريقة جدا سهلة ولذيذة وبدون ولا نقطة موية. صراحة مرة لذيذ وشهي وبيذوب بالفم. أول خطوة نجيب قدر الضغط وأضفت عليه شوية زيت، وهذه الخضار اللي راح نستخدمها أضفت بصل والبطاطس والفلفل البارد والطماطم بهالشكل، وأضفت ثوم شرايح. طبعا الخضار أصلا راح تطلع موية، عشان كذا راح يستوي معانا الدجاج، فما يحتاج نضيف ولا نقطة موية. بعدين نتبل الدجاج. طبعا أنا تبلت الدجاج، أضفت عليه ملعقتين صلصة كبار وبهارات مشكلة وفلفل أسود وثوم بودرة وبصل بودرة والبهارات اللي أنتوا تحبوها. أضفت شوية ليمون والملح حسب رغبتكم، ممكن تتبلوها قبل بيوم. أضفت من التوابل هذه مرة لذيذة، جربوها. وهنا أضفت الدجاج فوق الخضار اللي رصيناها، طبعا خلي الجلد تحت بهالشكل. بعدين أضفت بهارات صحيحة، ليمون أسود ورقار وقرفة وهيل. وطبعا ضغطته تقريبا، أول شيء خليه على نار عالية 5 دقايق بس تصفر معانا الصفيرة. نهدي النار ونخليه تقريبا 20 دقيقة، كل واحد حسب فرنه. وإذا ما استوى معانا عادي نرجع نضغطه مرة ثانية 5 دقايق كذا. هنا استوى معانا الدجاج، وأضفت عليه رز منقوع وسلقته 5 دقايق وصفيته وضبطت الملح وأضفته فوق الدجاج. وهنا أضفت منقوع الزعفران. طبعا نقصر النار على الرز، تقريبا أخذ معايا 20 دقيقة على نار مرة هادية. بكذا صار جاهز. جربوه، مرة لذيذ وطعمه مثل المطاعم، والدجاج ذايب والرز مفلفل، وبالعافية.